ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا مصطفى شريف، شوبيفاي ديفلوبر اند كونسلتنت. وفي الفيديو ده هتكلم عن ازاي شوبيفاي is a very easy to learn skill ممكن تتعلمها وتبدا تقدمها as a freelancing skill، و underrated جدا، محدش بيتكلم عليها ومش ناس كتير تعرفها. ناس كتير تعرف شوبيفاي بس مش ناس كتير تعرف ان في سيرفيسز كتيره جدا 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 في شوبيفاي يقدروا يتعلموها ويقدموها، يعني از سكيل هم بيقدموها از فريلانسرز. وناس كتير قوي بتبقى عايز تدخل مجال الفريلانسنج بس مش شايفه اصلا شوبيفاي ديفلوبمنت او ان انت تبقى شوبيفاي اكسبرت ده اوبشن. بيبقوا دايما شايفين قدامهم الجرافيك ديزاين، الفوتوغرافي والفيديوغرافي، الحاجات اللي مشهوره او الناس بتشوفها، الماركتنج والكلام ده كله. في حاجات كتير جدا طبعا ودي سكيلز مهمه جدا، بس مش بيبقوا شايفين ان ده اوبشن ان انت اصلا تبقى شوبيفاي اكسبرت او شوبيفاي ديفلوبر. ده اوبشن فريلانسنج تقدر انت تقدم فيه سيرفيسز يعني. فالنهارده في الفيديو ده انا عامله مخصوص عشان اوضح ان في حاجه اسمها شوبيفاي ديفلوبمنت، وان دي سيرفيس ممكن تقدمها وتتعلمها وتبقى شوبيفاي اكسبرت او تبقى شوبيفاي ديفلوبر، ايا كان اللي انت مايل له او حابب ان انت تعمله او اللي عندك مثلا اكسبيرينس فيه قبل كده. فهتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه، ليه هي سهله ان انت تبداها وسهل ان انت تسكيل بيها تكبر بيها، ودي اهم حاجه. يعني ممكن نبدا حاجات سهله كتير بس ما فيهاش بوتنشال ان انت تكبر فيها، فزي ما بنقول الشغف بيموت، انت خلاص يعني اتعلمتها وبقيت شاطر فيها. تاني حاجة هتكلم على السيرفيسز اللي ممكن تقدمها وانت شوبيفاي اكسبرت لكل الأنشطة التجارية اللي موجودة تقريبا. تالت حاجة هقول لك رود ماب، ازاي انت او انتي تمشوا عليها واحده واحده لحد ما توصلوا لليفلز كتيره هتكلم عليها برضه في شوبيفاي. لان ميزه شوبيفاي ان انت ما بقتش مثلا جرافيك ديزاينر فانت بتعرف تشتغل على السوفت وير والسوفت وير دول وخلاص الموضوع انتهى هنا وبتبدا بقى انت تحسن من شغلك. لا، هنا انت في سكيلز كتيره جدا تقدر تتعلمها جوه شوبيفاي وتعلي من سعرك وتعلي من قيمتك وسط بقيه الديفلوبرز او الاندستري عموما يعني. اول حاجه شوبيفاي ديفلوبمنت سيرفيسز، هي ليه سهله؟ هي سهله عشان تقدر تبداها بحاجات بسيطه جدا زي الداتا انتري. ان انت بس وظيفتك ان انت بتخش تعمل داتا انتري لمثلا ستور او بزنس عنده برودكت كتير جدا وعايز يعمل لها كلها داتا انتري وبينزل كوليكشنز كتير كل فتره، فبيحتاج شخص ماسك له الداتا انتري. دي حاجه بسيطه جدا جوه شوبيفاي وسيرفيس ممكن تاخد عليها فلوس. تبدا ان انت تعلى بالمستوى شويه وتتعلم حاجات زي الثيم كاستمايزيشن، حاجات دراج اند دروب. لو انت بس عينك حلوه او بتقدر ان انت تشوف الويب سايت ده تقول اه ده شكله كويس، ده شكله هادي، ده لاكجري، لا ده زحمه شويه وبرضه ليه ناسه. يعني مش الحاجات اللي زحمه دي بتبقى دايما وحشه، ممكن يكون ليها ناسها. فتبدا ان انت بس عينك حلوه وبتتفرج على ويب سايتس كتير وبتشوف الناس بره بتعمل ايه وتشتغل دراج اند دروب جوه شوبيفاي. فدي سهولتها، ان انت البارير تو انتري للموضوع او الحاجز اللي بيمنع الناس ان هي تخش بسيط. ان انت بس تقول بسم الله وتقول انا عايز ابدا في المجال ده وتبدا تتعلم الحاجه دي ببساطه جدا من على اليوتيوب. وهقول لكم الكلام ده في ثالث بوينت اللي هي الرود ماب، ازاي تتعلموا الكلام ده كله. فيعني عشان كده بقول عليها من اسهل السكيلز اللي ممكن تتعلمها. ومش بس بتقف هنا، لا، تكبر بيها لحد حتت كبيره جدا. ان انت توصل ان انت خلاص يعني انت الساعه بتاعتك بفلوس، الكونسلتيشنز بتاعتك بفلوس. وكمان بتفتح لك سكه ان انت شغال على ويب سايت، هو مش محتاج اي كودينج ومش محتاج تبقى فاهم اي حاجه في الكودينج او الديفلوبمنت. ولو مش عايز تفضل فاهم الكلام ده دي حاجه بتاعتك، بس لو عايز انت تكبر فيها اكتر، وانا بتكلم لليفل جامد جدا، انت مش عايز تفهم كودينج بس لو عايز تفرق نفسك اكتر وتكبر فيها اكتر، تتعلم كودينج بتدخلك لعالم الكودينج بطريقه بسيطه. بدل ما انت محتاج تعمل ويب سايت لازم تتعلم HTML و CSS وجافا سكريبت وتفضل تتعلم في فريم وركس وتطور من نفسك والكلام ده كله. لا، انت عندك الويب سايت جاهز بس انت عايز تعدل فيه حاجات مش هتتعدل بالدراج اند دروب. تبدا ان انت تطور من نفسك وتدي الكلاينت بتاعك او الكلاينتس اللي شغاله معاك ميزه زياده عن اللي الناس تانية بتقدمها. ان انت بتقدر تعمل فيتشرز معينه او بتحط كاستم كودز معينه وغالبا بتبقى جاهزه على شات جي بي تي او على دوكيومنتيشنز كتير يعني. تبدا ان انت تقدمها لهم وتقول لهم انا هعرف اعمل لكم الفيتشر دي بس دي في كاستم كود، فانا ممكن اخد فيها فلوس اكتر او هتاخد مني وقت اكتر فهاخد فيها فلوس اكتر. ان انت مثلا تكبر فيها وتبدا تتعلم السبيد اوبتمايزيشن برضو بالكودنج. انت تقدر ان انت ازاي انا اطور من سرعه الويب سايت ده، ازاي الويب سايت ده اخليه يوم عن يوم اسرع. كل يوم بصحى من النوم بتراك الحاجات اللي مبطئاه وابدا اشتغل عليها علشان الويب سايت يبقى اسرع. لان في العالم ده ودايما بقولها في كل حته يعني، الناس بقت بتجري ورا بعض، احنا بقينا مستعجلين على كل حاجه في حياتنا.
مفيش حاجه بنصبر عليها، مفيش حاجه بنحس بقيمتها قوي. كل الناس بقت بتجري ورا بعض. فنفس الكلام، الناس بقت داخله على الويب سايت ايا كان هي هتشتري منه حاجه، او هتبص على برودكت معين، او عايزه تشوف فيتشر معينه ايا كان. هي بقت مستعجله. فهو لو الويب سايت بتاعك هيفضل يحمل، ياخد ثانيه ثانيتين، هتلاقي الناس طلعت. فالناس طلعت دي اسمها باونس ريت. الباونس ريت ده بيخلي جوجل يقول ان الويب سايت ده مش احسن حاجه، فانا مش هظهره في اول بيجز اما حد يعمل سيرش. ده بيأثر على الاس اي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن. فالكلام ده طبعا كله يعني محتاج فيديوز لوحده، بس انا بتكلم ببساطه عن قد ايه سيرفيس بسيطه زي السبيد اوبتمايزيشن لو انت اهتميت بيها وكبرت فيها، تبدا ان انت تقدمها لكل الشوبيفاي ستورز الموجودين، اللي هم تقريبا النهارده يعني حوالي 5 مليون ونص لايف شوبيفاي ستور في العالم. وطبعا مش هتكلم كتير عن ازاي الاندستري بتاعت الاي كوميرس اصلا بتكبر يوم بعد يوم، مش هقول سنه بعد سنه، كل يوم بيطلع بيزنسز كتير، وكل يوم بيزنسز كتير اوف لاين بتبقى اونلاين. فيعني الموضوع الديماند ضخم، الديماند على السكيل بتاعت شوبيفاي ضخم. يعني الموضوع آه، كبير جدا. ده غير الويب سايتس اللي موجوده اوريدي على وورد بريس وبيعملوا شيفت لشوبيفاي. فيعني مش قادر ان انا اتكلم كتير قوي في الموضوع ده، بس الديماند ضخم جدا، وفي جاب كبيره جدا في السوق بالذات الوطن العربي. ان في لا يعني في ناس كتير قوي عايز تعمل كده، والبيزنس اونرز بيضطروا يشتغلوا هم لنفسهم، يتفرجوا على فيديو يوتيوب يعملوا حاجه ويبداوا ان هم يعملوا الحاجات دي لنفسها. وطبعا مش بيعملوها باحسن طريقه، لان هو ده مش شغلهم وهم مش فاضيين له. يعني هو لو هيديه ساعه او ساعتين من يومه ده كتير، فهو يبدا لا انا عايز حاجه سريعه تنجزني عشان انا عندي 100,000 حاجه تانية وعندي مسؤوليات كتير تانية. فهنا بيخش الفريلانسر او الشركه اللي شغاله في شوبيفاي وبتقدم شوبيفاي سيرفيسز، هي تسيب البيزنس اونر، روح ركز في اللي انت شاطر فيه، اشتغل على الحاجه اللي انت حابب تشتغل عليها، وسيب لنا احنا التكنيكال ايشوز. هنا بيتدخل وبيكون الفاليو او القيمه بتاعت الفريلانسر، الشوبيفاي اكسبرت او الديفلوبر او الشركه اللي بتقدم شوبيفاي سيرفيسز. طيب تاني حاجه عايز اتكلم فيها هي السيرفيسز بقى اللي انت تقدر تقدمها از شوبيفاي اكسبرت او ديفلوبر. هو انا ليه عمال من اول ما بدات الفيديو اقول اكسبرت وديفلوبر؟ اكسبرت ده يعني هو فاهم كل حاجه في شوبيفاي، حلو، بس مش بيشتغل بالكودينج. هو بيعمل فلوس كتير جدا وشاطر جدا في مجاله، بيعمل كل حاجه مفيش حاجه بتعطل معاه، بس مش بيشتغل بالكودينج. وده توتالي اكسبتابل، ده مش حاجه عيب يعني، ده حاجه عاديه. وطالما انت بتعمل الحاجات اللي الكلاينت بتاعك محتاجها واللي البيزنس بتاعه محتاجها، فمفيش اي مشكله. الشوبيفاي ديفلوبر هو ديفلوبر بقى بيبدا يخش انا عايز اكريت سيم، عايز اعمل كاستمايزيشنز جامده جدا في سيم معين، عايز اعمل ابلكيشن وابيعه على شوبيفاي. يعني كل الكلام ده كله هو الفرق بس بين الشوبيفاي اكسبرت والديفلوبر. وممكن يبقوا الاثنين شخص واحد، هو اكسبرت وديفلوبر. وغالبا اي ديفلوبر بيبقى اكسبرت، بس مش اي اكسبرت بيبقى ديفلوبر يعني. السيرفيسز اللي بتقدم شوبيفاي او اللي انت تقدر تتعلمها وتقدمها في شوبيفاي، ممكن نبدا بالثيم كاستمايزيشن. ان انت تبدا ان انت دراج اند دروب في الاديتور بتاع شوبيفاي نفسه. انت عندك معرفه بويب سايتس، بتشتري كتير قبل كده، يعني عندك معرفه بالاي كوميرس ستورز بتبقى عامله ازاي وبتحب ايه وبتكره ايه. فعندك العين اللي تقدر تقول الويب سايت ده حلو ولا وحش، الويب سايت ده يخلي الناس تشتري منه ولا لا مش احسن حاجه. فطبعا الحاجات دي ان انت عينك شافت قبل كده هي اللي بتفرق حد بيشتغل سيم كاستمايزيشن عن حد تاني. الحاجة التانية اللي ممكن تقدمها هي السبيد اوبتمايزيشن زي ما قلت في أول الفيديو. الحاجة التالتة اللي ممكن تقدمها هي الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن والاناليتكس، ان انت تبدأ تتابع الاناليتكس بتاعت الويب سايت، الناس بتخش فين وبتطلع منين، بيجوا فين ويسيبوا الويب سايت ويطلعوا، ايه الحتة اللي ناس كتير قوي بتخش فيها وما بتكملش. تبدأ تتابع الاناليتكس بتاعت الكلام ده، واللي شوبيفاي بتديها لك في العادي. ولو انت كمان عايز تابجريد وتدخل جوجل اناليتكس في الموضوع تقدر تعمل كده طبعا. وتدخل هيت مابس وتشوف الناس بتعمل سكرول منين، بتدوس على البوتوم ده من على اليمين ولا من على الشمال ولا من النص، بحيث لو انت عايز تعمل فيتشرز تخلي الناس دي تشتري اكتر، تبدا ان انت تبقى فاهم اليوزر بتاعك. فالكونفرجن ريت ده ان انا بزود النسبه بتاعه ال... الناس اللي بتشتري من نفس الناس اللي بتخش. يعني مثلا لو دخل لي 100 واحد وبيشتري منهم اتنين، فالكونفرجن ريت بتاعتي 2%. فانا لو خليت الكونفرجن ريت بتاعتي دي 2.5%، فانا خليت بمعدل يعني نص شخص يشتري في كل 100 شخص بيخش. فده طبعا لو انا بيخش لي 100,000 واحد، فاضرب بقى النص ده في ال 100,000، فده بيزود دخل كبير جدا من غير ما تزود عدد الناس اللي بتخش. انت عدد الناس ثابت، انت ما بتصرفش اعلانات اكتر،
نفس عدد الناس اللي تخش ونفس المصاريف اللي تصرفها تعمل منها فلوس اكتر. الحاجه الرابعه هي الايميل ماركتنج طبعا، ان انت تبدا ان انت تكابتشر الايميل بتاع الناس او تلم الايميلات بتاعت الناس، ان انت تحط مثلا بوب اب تطلع اول ما الويب سايت يفتح، تسيب الايميل بتاعك وخد اوفر مثلا 5%، تلم ايميلات 10000 شخص على مدار مثلا كوارتر او 3 شهور، تبدا ان انت توصل للناس دي تاني ببلاش. تعمل ايميل ماركتنج، تبقى انت مميز في الخدمه دي بس بتقدمها لكل الشوبيفاي ستورز. خدمه تانية زي الاوتوميشن والورك فلوز اللي موجوده برضو في شوبيفاي. انا بقول لكم حاجات مش بتحتاج مجهود عشان تعملها في شوبيفاي، هي اصلا موجوده في شوبيفاي. فالاوتوميشن والورك فلوز دي بتسهل على صاحب البيزنس كتير جدا، هو بيسهل على نفسه حاجات في الاوبريشن وحاجات كتير جدا، تمبلتس تقدر انت تعملها له، ان هو لو حصل مثلا حد بعت ميل هنا انا عايزه يبعت للكلاينت كذا، ولو لو كلاينت رفض يحصل كذا. تبدا انت تديزاين بقى الورك فلوز دي من غير اي كودنج، وتساعد البيزنس ان هو يكبر اكتر وتسهل عليه الدي تو دي اوبريشن اللي هو بيعملها. فاضل حوالي 4 أو 5 سيرفيسز اللي في دماغي دلوقتي. الداتا انتري اتكلمنا فيها. سيرفيس تانية مثلا ان انت تماستر ابلكيشن معين في شوبيفاي، حاجه اسمها اب ستور. الاب ستور ده ديفلوبرز بيعملوا ابلكيشنز علشان انت كبزنس اونر او انت كفريلانسر، البيزنس اونر طلب منك فيتشر معينه، فانت تخش على الاب ستور تشوف مين الاب اللي بيقدمها وتبدا تعمل لها انستول. فان انت تماستر ابلكيشن معين زي مثلا كلافيو، تبدا ان انت، انا شاطر جدا في كلافيو، انا بشتغل كلافيو طول اليوم، تقدمه لكل الشوبيفاي ستورز موجود. تخش عليه تقول له والله انا هعمل لك بكلافيو 1 2 3 4 5 واخد منك كذا في الشهر. يبقى انت بتقدم له سيرفيس هو محتاجها، وحتى لو في شوبيفاي اكسبرت تاني بس هو مش شاطر في كلافيو انت احسن منه 100 مره. فدي سيرفيس ممكن تقدمها، ان انت تماستر ابلكيشن معين مشهور وتبدا تقدمه از سيرفيس للناس. سيرفيس تانية ممكن تقدمها للبيزنس اونرز او لاصحاب البيزنس، هو السيم ديفلوبمنت. ان انت تبدا تخش بيزنس اونر جالك قال لك انا مش عايز اشتري سيم ومش عايز السيم فري، انا عايزك تعمل لي سيم. فانت تبدا ان انت تديفلوب سيم بقى فروم سكراتش، تعمل الاول فيجما ديزاين، حد ديزاينر يعملها لك، تبدا انت تشتغل تديفلوب السيم ده. تقدر انت تبيع السيم ده بعد كده على شوبيفاي، بس طبعا ليهم يعني بروسس طويله قوي عشان يقبلوا السيم بتاعك ده، بس تعمل فلوس ضخمه. يعني تقدر تبيع السيم $300 $350، وعدد كميه البيزنس اونرز اللي بيخشوا يعملوا انستول للسيم ده عدد مهول يعني كل يوم. وشوبيفاي ما بتاخدش منك كوميشن تقريبا لحد $1,000,000، يعني لحد ما تعمل $100 ما بياخدوش فلوس، وبعد $1,000,000 بيبداوا ياخدوا منك برسنتج على كل بيع للسيم. الحاجه الثانيه اللي ممكن تعملها هي الاب ديفلوبمنت. انت تكريت ابلكيشن. فاكرين الديفلوبرز اللي كنت بقول لكم عليهم من شويه ان هم بيكريتوا ابلكيشن عشان لو في بزنس اونر عايز يعمل فيتشر معينه ومش عارف الابلكيشن ده يعملها له على طول من غير اي كودنج، انت ممكن تبقى الديفلوبر ده. انت تكريت ابلكيشنز جوه شوبيفاي وتبدا ان انت تبيعها على الشوبيفاي اب ستور. ثالث حاجه هتكلم فيها هي الرود ماب. ابدا منين؟ اول حاجه ابدا ان انت تتعلم البيسكس بتاعت شوبيفاي. تخش على شوبيفاي، تكريت ايميل، تاخد 3 شهور فور فري او بدولار واحد يعني، تبدا تجرب فيه، تعمل داتا انتري، تشوف الاوتوميشنز، تشوف يعني ايه اب ستور، تشوف يعني ايه سيم ستور، تشوف يعني الشوبيفاي ايكو سيستم او بيئه العمل بتاعت شوبيفاي عامله ازاي بالظبط. تبدا انت تتعود عليها واحده واحده، هتلاقي ان انت بتعمل الحاجات دي لنفسك فانت تقدر تعملها لشخص تاني هو مش فاضي يعملها. مش كل الناس عندها وقت ان هي تخش على شوبيفاي تعمل داتا انتري، تعدل ستوك، تظبط حته في السيم، تظبط سيكشن عايزين يغيروه، يعملوا فيتشر معينه. مش كل الناس عندهم الوقت ده. فدايما استغل الاكسبيرينس بتاعتك اللي انت خدتها في وقت قليل عشان تقدمها لشخص مشغول جدا، وانت هتسهل عليه حياته، انت هتساعده وهو في المقابل هيديك فلوس. الحاجة التانية اللي تعملوها علشان تزودوا من الاكسبيرينس بتاعتك على شوبيفاي، خشوا على اليوتيوب، اعملوا سيرش على شوبيفاي، هتلاقوا في تشانل لشوبيفاي. في تشانل اسمها شوبيفاي ديفز. شوبيفاي ديفز دي بتعلمك كل حاجة عن شوبيفاي ديفلوبمنت، كل حاجة. وهتلاقوا تشانلز كتيرة جدا تانية زي اد كودز او زي كودينج وزيان، كلهم بيتكلموا عن فيتشرز تقدر تعملها جوه شوبيفاي وتعملها بنفسك. هم خلي بالك بيوجهوا الكلام ده للبيزنس اونرز مش بيوجهوه للديفلوبرز، بس انت تقدر تستخدم الكلام ده وتقدمه للبيزنس اونر مشغول، وكلهم مشغولين محدش عنده وقت ان هو يعمل الكلام ده كله. تبدا ان انت بعد كده تطور من الكلام ده وتبدا انت تشوف ويب سايت مثلا بيرشكا. انا هشوف ويب سايت بيرشكا وهبدا اشوف هطبق كل السكشنز بتاعته ازاي عندي في شوبيفاي. كل الكلام ده
بيخليك انت تبني بورتفوليو، تبني حاجات انت عملتها، تبدا ان انت بعديها تتواصل مع الكلاينتس او البوتنشال كلاينتس عشان تبدا شغل حقيقي. وفعلا الكلام ده ممكن ما ياخدش منك شهر عشان تكلوز اول كلاينت. وان شاء الله استنوا الفيديو الجاي، هتكلم عن ازاي ان انت تلاند your first client as a Shopify expert or a developer او whatever اللي عايزين تسموه، يعني هو شخص بيقدم Shopify services. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، واتمنى اكون فدتكم وقدمت لكم حاجة ممكن تساعدكم في حياتكم. شكرا.